الشكر يعني أحب أوجهها لرئيس نادي الهلال الأمير عبد الرحمن بن مساعد، ونائب رئيس نادي الهلال الأمير نواف بن سعد، والكابتن الكبير الأستاذ سامي الجابر، على أنهم حطوا ثقتهم فيني، وإن شاء الله بإذن الله أنا أكون عند حسن الظن والثقة. كما أيضا لا يفوتني أني أشكر جمهور نادي النصر على الشيء اللي قدمه معي من خلال يعني عطائي مع نادي النصر فترات سابقة. فجمهور الوفاء كان معي في أوقات الشدة، في أوقات كنت فيها أنا كويس داخل الملعب، في أوقات لم أكن فيها جيد. الله يشوف الأمير ممدوح بن عبد الرحمن، يعني أنا أحترمه وأكن له جميع الاحترام والتقدير، ولكن هذه وجهة نظر يعني بالنسبة له، يعني أنه تكلم بالشيء هذا أو شيء، يعني وجهة نظره هو في الشيء هذا. بعد العملية اللي أجريتها في لندن ورجوعي للتمارين مع نادي السابق نادي النصر، لم أجد الاهتمام الكافي. يعني هي مسألة الرباط الصليبي أو عملية الرباط الصليبي ليست متوقفة على إعداد بدني فقط. أنا لم أجد التعامل النفسي الجيد في نادي السابق، للأسف يعني آلت الأمور إلى ما آلت إليه الآن. مو للاسف، الحمد لله على كل شيء يعني عرفت. وانا لم اجد يعني الجو المناسب اللي اقدر اني اقدم فيه نفسي كما كنت سابقا بعد الاصابه. الى الان الحمد لله، حتى علاقتي بالاستاذ حسام الصالح عضو شرف نصراوي احب اني اذكره بهالمنبر، رجل يعني وقف معي في فترات انطلاقي ومشواري الرياضي، في اوقات كنت فيها يعني مستوى جيد وغير جيد، كان انسان يعني بمعنى كلمة، بما تعنيه الكلمة من شرفي. لدي وكيل أعمال يعني يستطيع أن يدافع عن حقوقي ويعرف حقوقي كاملة اللي باقية مع نادي النصر، أو إذا كان باقي شيء أو لم يبقى شيء. وما بالنسبة للشق الثاني البطولة، في لعيبة عالميين على مستوى العالم أنهوا تاريخهم بدون بطولات، وما زالوا إلى الآن يذكرون في تاريخ كرة القدم. انا اتيان نادي الهلال الحمد لله يعني نادي يحرز البطولات، وبالعكس انا وجودي معه واني احقق بطولات واستطيع ان احقق بطولات، فهذا يعني مطمع لاي لاعب، يعني مو فقط انا تتكلم عني، اي لاعب يعني على اي لاعب على مستوى الدوري السعودي او خارج الدوري السعودي، اي مكان في العالم بيذهب للنادي يستطيع ان يحقق بطولات ويستطيع ان يتفوق على جميع الانديه.